ازيكم يا جماعة، أنا معتز ورجعت لكم النهاردة بحاجة كده مفيش أروع منها. في ناس بتحب تعدل صورها بالفلاتر وفي ناس بتحب تدخل على الفوتوشوب، بس تخيل بقى إن في تطبيق واحد بيقدر يحول صورتك العادية لتحفة فنية كأنها مشهد من فيلم أجنبي. بص كده معايا على الصورة دي، قريبة جدا من الوش ووشه كده نص مغمور في المية، والإضاءة النيونية الزرقية كده والرمز نازلة عليه وبتنعكس عليه ببشرتك المبلولة بس بشكل مش طبيعي. قدرة المَيّة باينة، ملمس الجلد واضح جدًا وحتى الشعر باين فيه الندوات كده، واللي عاجبني أكتر هو التركيز الجامد في العين، النظرة فيها عمق كده تحس إن الصورة بتنطق، كل تفصيلة كده محسوبة كأنها لقطة من فيلم خيالي علمي متصور بكاميرا سينمائية حقيقي. طبعًا لو أنت وصلت للحتة دي من الفيديو يبقى لازم أقول لك شكرًا جدًا، جدًا، وأنت بقى بالمرة دوس لايك وسبسكرايب للقناة علشان يوصل لك كل جديد مني أنا شخصيًا. وابعت الفيديو لاصحابك وخلي الكل يشوف الشغل الجمدان ده، ويلا بينا نبدأ على بركة الله. دلوقتي خلينا اقول لك ازاي تعمل صورة زي دي ببساطة كده من موبايلك. اول حاجة حمل تطبيق اي اي فيجن من اللينك تحت الفيديو. طبعا اول حاجة بعد ما تفتح التطبيق كده طبعا بتظهر لنا الصفحة الواجهة بتاعت التطبيق وبتضغط على زر ابدأ. بعد ما تضغط على زر ابدأ هيظهر لك اكتر من نوع تصميم، اختار الشكل اللي يناسبك، سواء صورة شخصية او فانتازيك او رقم قياس كده او اي حاجة. وطبعا احنا هنروح على تصميم اللي هو فانتازيا. بعد كده هتظهر لك الصفحة دي وبتحمل 3 صور ليك من الاستوديو، وطبعًا هاختار الصور دلوقتي. وبعد ما اخترنا كده الصور دوس على إنشاء الصورة الآن واستنى لحظات بسيطة وصدقني هتتفاجأ بالنتيجة، لأن الذكاء الاصطناعي بيشتغل على كل تفاصيل التفاصيل. وادي كده زي ما انت شايف الصورة طبعا طالعة روعة جدا جدا، وانا صممت اكتر من صورة هوريهم لكم دلوقتي هيجوا قدامكم. طبعًا أكتر من صورة صممتهم أنا هنا، ولو عجبك التجربة ابعت لي صور كده في التعليقات أو حتى في جروب التليجرام، وإن شاء الله الفيديو الجاي جامد كده هنشوف تصميم جديد ومود مختلف خالص. أنا معتز وشكرًا لمتابعتكم ويالّا سلام.